فراعنة اليمن ومعجزات العصر. مقال للأستاذ حافظ مراد. أبناء ريمة يشقون سلالم من الأحجار على امتداد الجبال ليؤكدوا أنهم أهلا للبقاء حيث وجدوا في ظل الطبيعة الوعرة والأوضاع القاسية. ضربوا الصخر بكل ما أوتوا من قوة وبأس شديد حتى تطوعت لهم، وهي القوة التي توارثوها عن أجدادهم الحميريين. هم أبناء الأرض تشربوا منها قيم الأصالة والكفاح. هم أبناء الفلاحين المرتبطين حد التماهي مع تربة الوطن، فقد أنجزوا ما لم تنجزه حكومات متعاقبة. يقدمون أنصع صورة للحميريين الأصلاء، وحدوا الجهود وتركوا ما يضعف الصف، وتنافسوا على تقديم الأفضل في مبادرات مجتمعية بدت كمعجزات العصر. أقاموا الجسور والطرق والأسوار والحوائط الكبيرة والسلالم العملاقة، وعبر شوامخ أرضهم تمرنوا على الصمود وركوب موجات التحدي حتى إنجاز الهدف وجني ثمار المتاعب. وقفوا بصلابة أمام الصعوبات وذللوها لصالحهم، وكسروا قيود المستحيل، وطوعوا الصخور ليصلوا إلى قمم الجبال ومنابع الماء في بطون الوديان. لن تثنيهم العوائق الطبيعية أو المادية عن مواصلة البذل والعطاء وخدمة الإنسان بسواعدهم وأموال آبائهم المتواضعة. هاماتهم شامخة كشموخ الجبال، وإبداعات ألوان الطيف زاهية مناظرها، طيبة كتربة أرضها المعطاء. أبناء ريمة يتمترسون خلف إيمانهم بضرورة إنهاء المعاناة والانتصار للأرض والإنسان. برهنت الظروف إخلاصهم لأنفسهم وأرضهم، يبذلون جهودا جبارة يتردد صداها على شوامخ جبال ريمة المعانقة للسحاب، لتخبر أهل السماء بما صنعه البسطاء. سلام على ريمة وأهلها.